انت فاشل. انت مين انت اصلا؟ ولا تطلع مين؟ انت عارف نفسك اصلا ولا انت شايف نفسك؟ انت بتكلم مين؟ ولا انت اصلا مش عارف انت بتعرف تعمل ايه ولا مين انت ممكن تفكر انك تكونه؟ ده انت يوم ما بتعرف تعمل حاجة اصلا بيتقال عليك لوزر، انت خاسر، انت الفشل ذات نفسه. بتقابل حجم من الانتقادات وناس بتتهمك او بتوصفك او بتوسمك بحاجات كتير، منها ان انت فاشل. في الحقيقة مش كده، دي مش الحقيقة، هو بس دي الصورة اللي بتنقلها الناس او اللي شايفاك بيها. عايز تعرف حاجات كتير وعايزة تعرفي حاجات كتير كمان في الحتة ديت. موضوع حلقتنا النهاردة بيتقسم في مواضيع كتير جدا، منها أنا عايز فعلا أعرف نفسي، شغفي وطموحي، حلمي، وأنا عايز أوصل فعلا وأبقى ناجح وأعمل إنجازات كتيرة جدا. وغير كده كمان، هل الفشل بيأثر ولا هل فعلا مين بيقول عليا فاشل؟ معلومة في السريع، محدش يقدر يقول عليك فاشل أو حتى كمان ناجح غير نفسك. عايزين تعرفوا أكتر وعايزين نعرف أكتر من كده في موضوع حلقتنا النهاردة، أنا لست إنسان بل الإنسان الذي في داخلي. لنبدأ رحلتنا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الميسر. حلقتنا النهاردة عرفنا أن موضوعها أنا لست إنسان بل الإنسان الذي في داخلي. طيب، هو الكلام ده صحيح؟ وأنا إمتى أعرف الإنسان اللي جوايا؟ تعالوا نتكلم مع بعض في حاجة، وهي مش ساعات كده دايما يجي البني آدم يلاقي إن هو كده يمكن يكون مولع، أو زي ما نقول في طاقة أو في حاجة كده بتحركه نحو حاجة معينة، مهووس ربما في حاجة، في زي ما قوة دفع كده أو حاجة داخلية كده بتديله طاقة، أو في مشاعر كده يمكن بتحركه نحو حاجة معينة عايز إن هو يعملها. كتير جدا مننا بيقابل الحاجة دي وما يعرفش إن هو ده الشغف. الشغف يمكن ساعات يكون مرتبط بهوايات معينة، حاجات أنا مهتم بيها وبحبها، بحب إن أنا أعملها يعني دايما وباستمرار. ممكن قضايا مجتمعية ربما، يعني أهداف معينة مثلا الواحد بيبقى عايز يعملها. بس الشغف ده كمان بيقدر يزيل عننا العقبات أو الصعاب اللي احنا بنقابلها في طريقنا واحنا ماشيين، وما بيأثرش عليه حاجة. أيوة، هو ده الطاقة والوقود الداخلي بتاعنا، واللي احنا نقدر نستخدمه في الأهداف بتاعتنا. لو أنا قلت دلوقتي إن أنا بحب أعمل حاجة وبحب أعملها باهتمام ومصر إن أنا أعملها دايما، يقدر يقول عليه إن ده نوع من أنواع الشغف. هو شغف إيجابي، حاجة كده بنعملها بس بشكل متوازن، بتقدر توازن ما بين كل الحاجات اللي موجودة في حياتي، ما يبقاش فيها أي خلل. لا، ده بقى هو فعلا بيبقى اسمه منسجم، شغف منسجم، شغف إيجابي. طيب، لو أنا بعمل برضو نفس الحاجات دي بس بشكل مهووس، بشكل مفرط فيه، هو ده بقى اسمه المسيطر. أيوة، السلبي، الشغف السلبي، الشغف المسيطر. ده فعلا بيأثر على جوانب كتير جدا من حياتنا. ممكن يكون عندنا الشغف اللي هو من النوع الأولاني أو الشغف اللي هو من النوع التاني، بس أنا مين فيهم؟ طبيعي لازم يكون عندنا الشغف، بس واحد منهم هو اللي بيغلب فينا. طيب، هل تساءلت يوما كيف تكتشف هذا الشغف؟
الذي في داخلك لتظهر إنسانيتك. لازم إن احنا نكتشف هذا الإنسان اللي في داخلنا عن طريق طبعا حاجات كتيرة جدا، منها الشغف ثم الهدف، ثم إن احنا نحقق نجاحات كتيرة جدا عن طريق خطوات هنمشي فيها وهنقابل فيها تحديات كتيرة جدا، وأولها الفشل. علشان نعرف ده كله اسأل نفسك سؤال واكتب معانا في الكومنتات ازاي اكتشف شغفي. وقف الفيديو وقول لنا ايه ممكن نكتشفه ازاي. فكر كده معانا، انهي نفسك بعض من الثواني او الدقائق كده، واحدة واحدة. تعالي انت كمان نشوف احنا ممكن يكون جه على بالنا ايه بعد ما فكرنا شوية مع بعض. يمكن نكون فعلا لقينا اجابة، بس احنا دلوقتي عندنا اجابة من نوع مختلف، والاجابة دي مكونة في 4 كلمات. اول حاجة اسأل، راقب، جرب، واستمع. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي انت بتحب تعملها وما بتبقاش مملة ابدا وانت بتعملها. طيب لازم اراقب، اشوف انا بعمل ايه. طب ما هو الحاجات اللي انا بعملها واللي انا بجربها دي، ما هي ممكن تكون حاجات فعلا انا بارع فيها. ممكن الحاجات دي الحاجات اللي انا بعملها ديت هي فعلا اللي انا لازم اعملها. اما انا هكتشف ازاي ان الحاجة دي من غير ما اراقبها او الاحظها؟ ولازم بعد كده اجرب. طبعا انا لازم اسأل نفسي، طبيعي لازم يكون عندي وعي، بس في نفس الوقت انا لازم اجرب. ما هو انا هراقب نفسي ازاي من غير ما اجرب؟ يبقى انا لازم اجرب حاجات كتير واحط نفسي موضع اختبار وراقب واشوف هل فعلا هي الحاجة دي ولا الحاجة دي، واسأل نفسي. بس ده برضو لا يغنيني ان انا لازم اسأل غيري. وهنا لازم ناخد بالنا مين هو غيري او الاخرين. هل هم ناس مصدر ثقة؟ هل هم ناس فعلا موثوق فيهم؟ ولا هم ناس مش اسوياء عايزين يهدمونا، عايزين يوقعونا او يفشلونا، عايزين نبقى زيهم او مش ناجحين؟ whatever، حاجات كتيرة جدا. ولكن الناس اللي انا اختارهم فعلا هم يبقوا على ظهر قلب، ان هم فعلا يرشدوني ويعرفوني فعلا هل هي فعلا الحاجة دي اللي انا بارع فيها او بحبها. بس خلينا بالنا، مش شرط ان الحاجة اللي انا بعملها دي او اللي انا بعرف اعملها او ان انا شاطر قوي فيها بالبلدي هي شغفي. ممكن اكون شاطر حاجة وبحب ان انا اعملها، هي دي تبقى شغفي. ولكن لو انا فعلا شاطر في حاجة ومش دايما بحب اعملها، لا مش هي دي شغفي. فاحنا فعلا عايزين ندور على حاجة انا بحب اعملها، وحتى كمان مش لازم ابقى شاطر قوي فيها، ولكن المجهود سيؤتي ثماره. ولو انت وصلت يا عزيزي المشاهد الى هذه المرحلة، أنبئك بالخبر السار. لو انت فعلا اكتشفت شغفك او انت بتحاول فعلا تكتشفه، هقولك ازاي تستفيد منه. اول حاجة ان انا اوظفه، اشوف حاجة فعلا انا بحب اعملها وابتدي اخد هذا الشغف كوقود فعلا انه يقودني ويدفعني الى الامام، ان انا احمل الحاجة ديت، استخدمه فعلا، استخدمه في عمل الحاجة ديت باستمرار، وكمان احوله لهدف، هدف حلو، هدف كده سامي وجميل يقدر ان هو يفيدني وكمان يفيد كل اللي حواليا والمجتمع اللي انا عايش فيه. مش ده بس، لا، انا لازم اجعله ان هو يطور مني ويبقى وسيلة فعلا تقودني ان انا فعلا ابقى حاجة. وفي النهاية لو انت فعلا اكتشفت هدفك، قول لنا ممكن ازاي تطور منه. ولو انت عندك معلومة حابب ان انت تضيفها، ممكن تكتب لنا في الكومنتات. وما تنسوش في النهاية ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتدوسوا لايك. ولا تنسوا ان احنا
في أوقات مليانة بالخير والبركة، وحابين نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وصوما مباركا على كل المصريين وعلى كل العالم العربي، ورمضان كريم. أنا الميسر. وداعا.